انا جيت. صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. لو انتي اول مره بقى بتشوفيني، عايزاكي كده تخشي القناه تاخدي جوله وان شاء الله تعجبك. انا اسراء. لو اول مره تشوفي قناتي اضغطي لايك، كمان اشتركي في القناه وشجعيني ان انا اكمل. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبدئيا كده اول حاجه ده كده ايه بدايه الفيديو بتاعنا. بصوا ده برجر كده، برجر لحمه. تمام. انا ما بعملش الحاجات دي قوي، يعني مش بحبها قوي، بس يعني اخويا بيجيب الكلام ده، يعني بحكم ان هو شغال في المكان وكده وبيشوف الكلام ده على طول، ده من بيم حلو. هو بيشوف الكلام ده على طول وبيحب الكلام ده، فعلى طول يشتريه، يعني على طول بيشتري الكلام ده، فاهميني؟ فقلت كده افتحه معاكم واوريكم شكله. بصوا هو معاه كده باكت بطاطس هديه، باكت صغنون جدا، اللي هو مثلا يعني يعمل لك طبق بطاطس صغنون كده. تمام. بس عايزه اقول لكم بجد ان هي حلوه جدا جدا. بصوا هو الباكت ده، يعني انا مش فاكره هو قال سعره ايه بصراحه. بس ده فيه 25 قطعه. بصوا منظره، دي القطعه كده شكلها كده. بصوا طعمه حلو جدا بصراحه، طعمه مش وحش، انا يعني دقته عجبني بصراحه، مش وحش. فلو جربتوه قولي رايكم فيه. تعالوا بقى كده هنعمل مع بعض احلى كباب حله ممكن تعمليه بكل سهوله. كل حاجه كده جاهزه ومتقطعه هنعملها على بعض. بصوا انا طبعا يعني لو هتعمليه كباب حله، او في حاجه بيقولوا عليها كده قوارمه. القوارمه دي بيبقى البصل بتاعها صغير شويه، يعني البصل بتاعها بتجيبي البصل ده عادي الابيض عادي، بس بيبقى صغير كده، بصل صغنن جدا كده، ما بتقطعيهوش بقى، بتستخدميه على طول. تمام. فانا ما كانش عندي او ما اشتريتش، فكان عندي بصل كده من اللي هو الكبير، قطعته 4/4. قشرت البصل عادي جدا واديته شطفه كده، وبعدين قطعته 4/4. حلو. طيب لو عندي بقى بصل قوارمة او البصل الصغير ده، هي كباب حلة زي بالظبط القوارمة، هي ما تختلفش حاجة، والفرق في البصل بس او حجم البصل. تمام. طيب لو انا دلوقتي عندي البصل بتاع القوارمة مش هقطعه، هعمله زي ما هو كده سليم، بقشره بغسله، بديه شطفة كده بسيطة، وبعدين بعمله زي ما هو، بشوحه كده مع ملعقة سمنة زي ما هو بالظبط. طيب انا كان عندي اللحمه وكنت مقسماها معاكم، وعملنا تقسيمات كده اللحمه حلوه قوي. لو ما شفتيش الفيديو ده ارجعي له، هو بقى له كام يوم كده، مش بعيد قوي، هيعجبك جدا ان شاء الله. طيب انا طبعا عارفه ان انا بغيب عليكم او باجي كده مره واحده ما انزلش فيديو، والله ده بيبقى غصب عني جدا. انا بصوا الرينج لايت في مشكله، مش عارفه اصور فوق خالص. انا حاليا ببقى فوق يعني بيتي وكده، بس للاسف مش بعرف اصور خالص، لاني عندي الاضاءه مش قد كده، مش زي الاضاءه عند ماما. اضاءه ماما في المطبخ حلوه جدا، يعني مركبه كذا لمبه وكده، فالاضاءه حلوه، فما بحتاجش رينج لايت اصلا. والله نزلت مخصوص اصور لكم الفيديو، يعني انا نزلت، انا بقالي كام يوم كده مصوره الفيديو ده، نزلت مخصوص اصوره لكم اصلا، بس بقيته تصور بعدها، يعني الفيديو ده على مراحل، فاهميني؟ بس دي الفكره. وديته طبعا، يعني اللي بيصلحه قال لي سيبهولي لما اشوفه. طب انا ليه؟ ما انا قادره اشتري واحد واريح دماغي، بس ده عشان ماركه ونظيف وكنت جايباه غالي، فمش عايزه افرط فيه بصراحه لاخر درجه، وبقول اخليني معاه للاخر. لو بقى منفعش خالص ومش هيتصلح او تصليحه هيتكلف جامد، هشتري واحد من اللي هم الموجودين في السوق، مش هجيب حاجه بقى ماركه طالما ده زي ده وكله بيتساوي ببعضه. طيب بصوا انا قطعت اللحمه تقطيعه عاديه جدا، تقطيعه اللي تناسبك تريحك، بس كباب الحله بتبقى اللحمه متقطعه صغنونه كده عشان تبقى حلوه قوي وتستوي على طول. طيب انا جبت كده في حله معلقه سمنه، هنزل عليها البصل بقى اللي معايا كله، واديه تشويحه بقى لحد ما اللون البصل يبقى ذهبي. بصوا صوت الكلب اللي عمال يعمل في الفيديو ده ده تحت البيت الكلب اللي تحت البيت. الولاد بقى ما صدقت انهم ناموا، وقلت بقى اسجل لكم الفيديو قبل ما انام، عشان بقى ايه الولاد بقى نايمين وانا كده في الهدوء. فعملت لي بقى كوبايه نسكافيه، وقلت كده ايه يعني اسجل لكم الفيديو عشان الصبح بقى بيروشوني، يعني بصوا بيروشوني، وببقى عند ماما الصبح اوقات، فما بعرفش اسجل خالص تحت. طيب انا بقى نزلت اللحمه بعد ما البصل خد اللون اللي انا عاوزاه اللي هو الذهبي، وحطيت عليها البهارات بتاعتي. البهارات اللي انا حطيتها ملح وفلفل، جوز الطيب بدقها كده في بتاعه الهول عادي جدا. بدق جوز الطيب بتاعتي. حلو. يعني باخد مثلا نص واحده جوز الطيب، بتديني طعم خيالي. بصوا بتودي اللحمه في حته تانية. يبقى ملح وفلفل وجوز الطيب ونص معلقه بهارات اللي هي 7 بهارات بس.
وبسيبها بقى مع نفسها خالص لحد ما ايه، ما تستوي واحده واحده. بس كل شويه ببص على اللحمه، لو عايزه تتزود بزودها شويه ميه، اللي هو ربع كوبايه ميه. بس انا بصوا انا عاملاها، انا بصراحه زودتها ربع كوبايه ميه واحده بس. بس هي اللحمه نزلت الميه بتاعتها كلها، لان هي كانت في الفريزر اصلا، فنزلت كل الميه اللي فيها حلو. و يعني خليت الصوص بتاعها، ما رضيتش انشفها عشان الولاد بيحبوا الصوص ده جدا جدا، عشان ما حدش يقول لي ايه الصوص الكتير ده. احنا يعني الولاد بيحبوها كده، فانا على حسب ما الولاد بتاكل بنعمل. يعني احنا زمان مثلا كنا ممكن نعمل طبيخ صلصته مش كتير قوي قوي قوي، دلوقتي لا بنكتر الصلصه قوي عشان الولاد بيحبوا الصلصه كتير قوي. يعني انا عندي ولادي مثلا ما فيش غير يوسف اللي بياكل الباميه بس. تمارا بقى، حسن، ولاد اختي محدش فيهم بياكل خضار خالص، لا باميه ولا فاصوليا ولا لوبيا ولا اي الكلام ده خالص. ما عنديش غير يوسف بس ابني اللي بيحب الكلام ده، ومش كل حاجه. تمام، فتلاقوا الولاد غمست الصلصه وسابت الخضار، فاحنا بنزود لهم الصلصه عشان ياكلوا على قد ما هم عاوزين وبراحتهم خالص. خلصت بقى شويه المواعين اللي كانت عندي، وقلت كده افتح على اللحمه اوريكم شكلها. بصوا بقى شكلها بقى قمر، عايزه اقول لكم طعمها خيالي بجد. عايزاكم لو انت ما بتحبيش جوز الطيب هتحبيها والله في الوصفه دي. يعني لو انت ما بتحبهاش في الشاورما في اي حاجه هتحبيها جدا في الوصفه دي، لان هي بجد مديه اللحمه طعم حلو قوي قوي. اللحمه ما شاء الله اتهرت مش استوت، اتهرت لاني متقطعه برضو صغير، وطعمها خطير. هوريها لكم بقى في الاخر بعد ما غرفت كده. بصوا انا غرفت كده شويه مش كلها في الطبق، بس كميه كويسه يعني. دي بقى جنبها رز ابيض براحتك. انا عن نفسي كلناها بعيش وكانت خطيره خطيره بجد والله، طعمها كان حلو قوي قوي. عايزاكم تقولي رايكم. طعمها بجد كان حلو جدا، ولو جربتها بالطريقه دي مش هتبطلي تعمليها ابدا. اقول لكم بقى على وصفه تانية. بصوا اليوم ده او يعني الفيديو ده في كده ان احنا مثلا لو عندنا حاجه مركونه نعمل لها اعاده تدوير، لو عندنا شويه حاجه كده ممكن نتصرف فيها ونعمل اكله حلوه قوي تنفع غدوه لذيذه كده او عشاء حلو. فبصوا انا كان عندي كيس فريك حلو. احلى فريك طبعا ممكن تجيبيه الضحى، يعني حلوه قوي 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 بجد. وهقول لكم حاجه، انا بصراحه عن نفسي ما بحبش اجيب الفريك السايب، لاني من زمان قوي قوي من كنا بنجيبه كان بقى تقعدي تنقي فيه وتشيلي الزلط وتشيلي بقى اي حاجه فيه كده. يعني ما كانش بيعجبنا بصراحه، وممكن وانت بتاكلي كده حاجه تقرش كده. فبصراحه فريك الضحى ده خلانا الموضوع حلو قوي. الفريكه متنقيه بالواحده، ما بحتاجش ان انا انقيه خالص. طيب انا غسلت الفريك حلو قوي قوي. انا خدت كده يعني خدت يعني بقيت من الكيس ربع. ان بص الفريك زي الرز لما بتستخدميه كتير او لما بتاخدي كميه كبيره بتلاقيه عمل معاكي زي الرز ورمى معاكي، فهو الكميه دي مناسبه جدا لينا. عايزه اقول لكم ان انا وولاد اختي واختي ويعني كنا كلنا فاهميني. طيب انا غسلت الفريك ونقعته شويه في شويه ميه كده عشان يطرى معايا شويه، يعني سبته حوالي ربع ساعه ميه عاديه خالص من الحنفيه. جبت بقى كده شويه زيت، نزلت فيهم بصلايه اديتها تشويحه، ونزلت فيها كده حوالي نص كيلو من الطماطم مضروبه في الخلاط. تمام. بعد الفريك بقى ما صفيته من الميه بتاعته كويس جدا، وطبعا كوني غسله حلو ونقعيه عشان يطرى شويه. هنزله بقى في الصلصه دي، وهسيبه بقى مع نفسه لحد ما ياخد ويدي بقى ويتبسط كده كده في الصلصه ويدخل فيها ويستوي والصلصه تتسبك وكل حاجه تبقى تمام. زودته كده شويه ميه عشان هو بيشرب الميه زيه زي الرز بالظبط، يعني هو يشرب الصلصه اللي معانا دي دلوقتي. زودته ايه بقى، شويه ملح، شويه فلفل اسود صغيرين خالص، وشكرا. طيب انا عندي 6 بيضات كده في التلاجة برضو هستخدمهم. يعني ممكن من اكله بسيطه تعملي اكله رهيبه، او من مقادير بسيطه موجوده عندك تعملي اكله رهيبه. ممكن من اكله بايته من يوم تعملي تاني يوم اكله حكايه. يعني ممكن من صدر فرخه بايت عندك تعملي احلى شاورما فريخ. بامانه انا بقول لكم الحاجات دي انا جربتها في حياتي قبل كده، يعني مش بقول لكم كلام وخلاص. طيب بصوا بقى انا عملت ايه. اول حاجه كده انا فضلت كده ورا الفريك لحد ما استوى كويس جدا، واتاكدت ان هو اتشرب حلو واستوى وبقى طري معايا كده وبقى لذيذ، يعني زيه زي سوى الرز بالظبط. تمام. جبت كده الست بيضات، بقيت اكسر بيضه بيضه يعني الاول كده تختبر البيض، وفي نفس الوقت اللي هو احنا عايزين بيضه بيضه كده محطوطه، اللي هو بحيث اللي هو يستوي كده كل بيضايه مع نفسها. تمام. وسبته لحد ما البيض استوى معايا وبقى زي الفل. بصوا عايزه اقول لكم الاكله دي حكايه، وبتغرفي وتاكلوها بتبقى ما شاء الله جميله جدا. بصوا البيض استوى معايا والفريك مستوي والصلصه استوت. الاكله دي انا معرفش اسمها ايه،
بس لو انتوا بتعملوها قولولي، لو مش بتعملوها جربوها تعجبكم جدا. ده بقى بيتغمس بالعيش، يا خرابي على الجمال، بيبقى تحفه تحفه بجد يا بنات، والله نفسي تجربوه. انتوا رايكم؟ انا بقالي كتير قوي ما اكلتش الاكله دي، بقالي مثلا 7 8 سنين، تخيلوا. فاشتقت لها كده فقلت اقول لكم عليها. طيب كان عندي كده كيلو بتنجان برضو، اشتريت كده كيلو بتنجان وخليته في التلاجة. فقلت كده ايه، يعني اخر مرة عملنا محشي مع بعض اللي هو من حوالي 4 ايام ولا حاجة او 5 ايام، او من كام يوم كده، انا مش فاكرة قوي برضو، من اخر فيديو محشي عملناه مع بعض. بيتبقى كده شوية رز اوقات بيبقوا حلوين كده بالتسبيكة بتاعتهم، من خلطة المحشي، يعني الرز بالخلطة بكل حاجة، اتبقى كده شوية محترمين قوي. فقلت طب ليه انا ما اجيبش كيلو بتنجان واقوره كده واعمله، هيعمل لي حلة كويسة جدا، وهتبقى في وسط اليوم كده، فاهميني؟ يعني احنا اوقات كده بنجوع بالليل ما بيبقاش في حاجة ناكلها، مش كلنا مثلا، يعني ممكن جزء كده. تمام. فليه ما اعملهاش بالمرة؟ جبت كيلو بتنجان، كان عامل 10 جنيه الكيلو. بصراحة البتنجان متنقي بالواحدة، ما شاء الله عليه، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شكله ما شاء الله حلو جدا جدا. ويعني البتنجانة طرية، وفي نفس الوقت كده ما شاء الله حلوة، يعني مصحصحة كده. والكيلو ب10. طبعا البتنجان كان اغلى من كده، يعني كان ب14 وب16، هو نزل سعره شوية. تمام. وكنت جايبه برضو معاكم اليومين اللي فاتوا بتنجان رومي، برضو نزل، يعني سعره نزل خالص، كان برضو ب14 وحاجه كده، بقى ب8 جنيه. طبعا محدش يكلمني في اسعار لان بتختلف من مكان لمكان، لا يقول لي اسرائيل الاسعار، بس انتوا حرين. بس عورته بقى كده. وعندي انا الرز جاهز اصلا بالخلطه والدنيا فله، يعني انا عندي الرز اصلا متبقي شويه رز من اخر مره عملنا محشي فيها مع بعض زي ما بقول لكم. فانا عندي الدنيا تمام، واحنا واكلينه زي الفل، اللي هو يعني فريك بقى بالبيض. كباب حله، يعني كباب الحله مثلا عملته على الساعه 2، فمني عاملاه بدري، فاتغدينا بدري، فجينا على الساعة كده 6 عملنا الفريك حلو بالبيض. على فكرة خطير جدا بجد، لو جربتوه هتدمنوه، هتدمنوه بجد. وطبعا حطي كمية البيض اللي انت عاوزاها، يعني لو عايزة مثلا اقل من كده براحتك، عايزة تزودي عن كده براحتك. بس انا رأيي الشخصي، يعني رأيي الشخصي تعملي بنص كيس فريك اول مرة، وتحطي مثلا 4 بيضات وتجربي. عجبك الاكله حلوه قوي قوي، ما عجبتكيش ما تكرريهاش تاني. تمام. بس هي اكله بجد مغذيه جدا وحلوه، يعني فيها كل حاجه، فيها بروتين وفيها كل حاجه. بصوا يعني بجد بجد كامله متكامله، وغدا حلو جدا، ومهما كلفك مش هيكلفك قوي. يعني مثلا لو انت عندك الفريك متوفر، الاكله مش هتكلفك جامد، البيض امره سهل. ولو انت عندك بيض وعندك الفريك فهي الاكله تبقى متوفره وسهله قوي. والطماطم طبعا موجوده في اي بيت. تمام. حشيت بقى البتنجان بتاعي كله، وعملت يعني هعمل حله، هيتبقى معايا شويه رز كده صغيرين. هعمل حاجتين، هكمل بكام فلفل رومي كده، يعني كام واحدة فلفل رومي. وفي فكرة كده كانوا بيعملوها أهالينا زمان، هعملها معاكم النهاردة. آخر شوية رز بقى هيتبقوا خلاص، أنا مش عايزة أعمل فلفل ولا حاجة تاني، والدنيا تمام، ومعنديش إن أنا أكمل مثلا بورق. هحط ورقة كده، يعني أنا ما صورتهاش بس أنا عملت كده عشان أقول لكم. بحط الرز ده في ورق، يعني بحطه كده في ورقايه كده ببلها بسيط، واحط فيها الرز وبلفها زي المحشي، وبحطها تستوي مع البتنجان بتاعي او المحشي بتاعي، وبتطلع الرز مستوي، الولاد بياكلوه بيبقى فظيع. برمي الورقه طبعا عشان اكلهم الورق يعني كمان. بس. والمحشي استوى، او البتنجان، شويه البتنجان القمر دول استووا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه، وعايزاكم كده تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، محتاجه دعاءكم قوي قوي. بحبكم جدا جدا وهتوحشوني جدا الفيديو الجاي. ان شاء الله ان شاء الله كده الرينج لايت يتصلح ونرجع لفيديوهاتنا قويه جدا جدا. توحشوني. باي باي.